الطريقة تطوى صفحته الآن بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الدين إلى أفول، هذا الدين إلى إضمحلال، هذا الدين كفيل أن يجعل كل بشر يكفر به. عن أي دين أتحدث؟ عن دين هؤلاء، أي عن الدين كما يفهمه هؤلاء. أنا أقول لهم كونوا مطمئنين أنكم أكدتم على الناس أن يكفروا بكم وبطريقة فهمكم للدين أيا كانت مبرراتكم. يا إخواني، هناك حتى في القتال، في قتال الكفار المعلنين بالكفر والمعلنين بالحرب، وليس عليك أو على الله ورسوله، أيام رسول الله، على شخص رسول الله، هناك شرف، هناك مبادئ مرعية، هناك قواعد تتبع. لا يقتل إلا من يقاتل، النساء لا يقتلن، والنبي غضب غضبا شديدا لما رأى امرأة كافرة في ساحة الوغى مقتولة وغضب وقال: ما كانت هذه لتقاتل، كيف قتلت؟ ونحن رأينا بأم أعيننا وباللحى يأتي إلى طبيبة، طبعا بلا شك هي أشرف من أمثال الأرض، من ملء الأرض من أمثاله إلى يوم الدين، ونشهد الله على هذا، لأنها طبيبة وقد اشتعلت الحرائق في المشفى من كل جانب، وأصوات التفجير وأصوات القتل وأطلاق الرصاص وتصفية الناس بالجملة وبالتفصيل يا إخواني. ولكنها لم تستطع إلا أن تقوم بواجبها حين رأت أحدهم ينزع يحتضر، فاقتربت منه لتحاول أن تقدم إليه ما يمكن من وجوه الإسعاف والعلاج. وجاء ما شاء الله الملتحي، جاء المجاهد في سبيل الله، وضربها في رأسها بالرصاص. ترون هذا مصورا من سوء حظهم أيها الإخوة، وممكن من حسن حظ الإسلام وشباب وأبناء وبنات الإسلام أن يروا هذا، لكي يعلموا أن عليهم أن يكفروا بهذه الطريقة في فهم الدين. لا ندري على أي يد إبليس تربى هؤلاء، أي إبليس، أي شيطان غرس هؤلاء، أي إبليس، أي شيطان مسح عقول هؤلاء. كيف يمكن أن يفهم دين الرحمة وقرآن الرحمة وكتاب الرحمة على هذا النحو يا أخواني؟ بعض الناس قال لي: أنا رأيت هذا أيضا، قال لي وأنا متأكد إذا العالمون رأوا هذا، العالم كله رأى هذا، فسيجد نفسه مدفوعا أن يكره هذا الدين من أعمق أعماقه. قلت له: بلا ريب، بلا ريب. شيء مرعب يا إخواني، قتل المرضى، تصفية المرضى وهم على أسرتهم بالرصاص، لا فرق بين كبير وصغير، قتل الناس بالجملة والتفصيل. الكاميرا، كاميرا المشفى أيضا، هذا كله موجود، حوالي 5 دقائق بكاميرات المشفى. التقط الصورة لأحدهم، أتى إلى جماعة قد ذعروا وفزعوا من هول ما يرون ويسمعون من القتل والتصفيات والانفجارات والحرائق، فتجمعوا مع بعضهم، فلما رأوه، وطبعا هم يلبسون لباس الجيش، يتنكرون في خسة ما بعدها خسة، لكن أحذيتهم البيادات واضح أنها أحذية رياضية ليست أحذية الجيش، وعرفت هوياتهم بعد ذلك. طبعا قتل أكثرهم وضبط بعضهم، ألقي القبض على بعضهم، فاستغاثوا به، فأتى بكل دم بارد كما يقال. هذا الدم البارد تسمعون عن القتل بدم بارد، هو هذا رأيناه بأم أعيننا. أتى بكل دم بارد وتقدم منهم، ثم استخرج قنبلة ورماها بينهم وذهب يعدو. ما هذا الإبليس؟ ما هذا الشيطان؟ تحدثنا عن دين؟ تحدثنا عن إسلام؟ عن جهاد؟ يا إخواني صدقوني، أنا لا أبالغ، أنا أقول لكم الشباب حين يرون هذا، طبعا أنا أيضا كأنني موقن أن هناك قوى كونية بالغة الشر بالغة المكر تصنع هؤلاء على عينها، تتعمد أن تصنعهم على هذا النحو. أنا أقول لكم لأنها علمت وأيقنت أن هذا أقصر طريق لكي تكفر هذه الأمة بدينها. أنا لا أكفر، أنت لا تكفر، لكن أقول لكم أبناء سيكفرون، الجيل الصاعد سيكفر، سيقول لك كذا وكذا في هذا الدين وفي هؤلاء المتدينين، سيلحدون. أقصر طريق للإلحاد، وهم يلحدون الآن. شبابنا أيها الإخوة يرتمون في أحضان الإلحاد الآن،